لو عايز تبيع او تشتري عربية او سكوتر او موتوسيكل مستعمل، يبقى الفيديو ده ليك عشان تبقى في الامان وتقدر تحافظ على حقك. السلام عليكم ورحمة الله، انا علي بدر وده برنامج المستشار. لو انت اول مرة بتشوفني، ففكرة البرنامج باختصار معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري في كل حلقة جديدة. لو انت مهتم تابعني. لو حضرتك عايز تشتري عربية أو سكوتر أو موتوسيكل مستعمل، أو عندك عربيتك أو السكوتر بتاعك أو الموتوسيكل بتاعك وحابب تبيعه، فأنت أول حاجة بتعملها إن أنت بتعمل عقد ابتدائي ما بينك وما بين الطرف التاني. العقد ده شكله إيه؟ العقد ده أهو عقد بنجيبه من المكتبة، بنجيب منه نسختين أهو، مش عارف باين واضح ولا لأ في الكاميرا، وبنملاهم. طب نملى العقد ده إزاي؟ آه، هما 4 حاجات في العقد ده لازم يتملوا صح. اول حاجه بياناتك وبيانات الطرف الثاني. حضرتك لو بتبيع، فبتبقى الطرف الاول دايما البايع، دايما بيبقى الطرف الاول، المشتري هو دايما الطرف الثاني. فلو حضرتك بتبيع بتكتب بياناتك الاول، حضرتك بتشتري بتكتب بيانات البائع الاول وبعد كده بياناتك. طب ايه هي البيانات بتاعت كل طرف؟ البيانات بتاعت كل طرف 3 حاجات: الاسم، الرقم القومي، العنوان. طيب كده اول حاجه عرفناها اللي هي بيانات الطرفين. طيب تاني حاجة هنملاها ايه في العقد؟ تاني حاجة بيانات العربية نفسها او السكوتر او الموتوسيكل، وهي بتبقى عبارة عن النمر بتاعة المرور، بتكتبها ان كانت ارقام بس او ارقام وحروف. بتبقى الموديل، بتبقى ماركة العربية. في كمان بيانين مهمين قوي للعربية ولازم ناخد بالنا منهم، سواء ان احنا كنا بنبيع او بنشتري، وهو رقم الموتور ورقم الشاسيه، وكمان سعة الموتور يعني كام سي سي. كده انت بتكتب بيانات العربية بتاعتك كاملة: النمر، الماركة، الموديل، رقم الشاسيه، رقم الموتور، السعة اللترية. طيب دي تاني حاجة كده كتبناها في العقد. طيب تالت حاجة بقى هي ايه؟ تالت حاجة هي التمن. بتشوف حضرتك اتفقتوا على التمن كام انت والطرف التاني، وبتكتب الطرف التمن اللي بيدفع فعلا، والمتوقع بتكتب ان هو متوقي، او لو بيدفع كامل بتكتب ان هو بيدفع كامل. بس في الغالب في العقود دي ما بيدفعش الثمن كامل، بيدفع حوالي مثلا 90 او 80% من قيمة الثمن، والباقي بيكون مع شهادة براءة الذمة والعقد المسجل. اخر حاجة في العقد بتتكتب او بتتملى بيكون اقرار استلام السيارة او الموتوسيكل او السكوتر، واللي بيملاها المشتري وبيوقع عليها. ولو انت بايع، انت بتبيع، فالاقرار ده بيكون مهم جدا لحضرتك، وهقول لك مهم في ايه. الاقرار الاول بيتملى ازاي؟ بيانات المشتري بتتكتب زي ما اتكتبت فوق في العقد خالص، زي ما كتبتها حضرتك هنا فوق، ترجع تكتبها تحت. وبتكتب كمان بيانات العربية بتاعتك او السكوتر او الموتوسيكل زي ما كتبتها برضو فوق، بتكتبها تحت، والمشتري بيوقع عليها وبيكتب اسمه. طيب دي فايدتها ايه؟ دي مهمة جدا لحضرتك لو حضرتك بتبيع العربية المستعملة بتاعتك. طيب مهمة في ايه وايه فايدتها؟ فائدتها ان حضرتك بتكتب ورقة ما بينك وما بين المشتري، والمشتري بياخد العربية وبيمشي، وحضرتك بتاخد الفلوس وبتمشي. يجوز ان العربية دي تعمل حادثة، تعمل اي ضرر، يحصل بيها اي حاجة. اول حاجة حضرتك اللي هتتجاب من النمر بتاعت العربية باسمك. هيتم الاستعلام عن النمرة في المرور، وهيجيبوا حضرتك، وهتقع في مشاكل كتير على بال ما تثبت ان انت فعلا بعتها. لكن انت بتأمن نفسك بالاقرار دوت، اللي هو بيمضي ان هو استلم العربية، السيارة او الموتوسيكل او السكوتر في تحديدا في يوم كذا، الموافق كذا، الساعة كذا، وبيكون الميعاد يا ريت يكون دقيق جدا، لان هو ممكن يسيبك ويعمل حاجة مشكلة او يكون فيه مسؤولية. والاقرار ده بيكون ان هو بيتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن العربية او السكوتر او الموتوسيكل. بعد ما حضرتك كتبت العقد مع الطرف التاني، بتيجي المرحلة التانية اللي المفروض ان حضرتك تعملها لو انت بتبيع. او لو انت بتشتري، فالطرف الاول اللي هو البايع بيعملها لحضرتك، وهي العقد المسجل. ولما بقول العقد المسجل، انا ما بعنيش العقد اللي شفناه من شوية، لا، العقد المسجل حضرتك تقدر تعتبره اجراء بيتم في الشهر العقاري.
هو إجراء بيتم في الشهر العقاري. العقد المسجل هو إجراء بيتم في الشهر العقاري بموجب الرقم القومي لمالك السيارة والرخصة. والرخصة لازم تكون هنا سارية، والرخصة لو منتهية بيبقى في حاجة اسمها شهادة بيانات بتطلع من المرور برضو عشان تقدر تعمل بيها عقد البيع. طيب لو حضرتك بتبيع، بتاخد البطاقة بتاعت حضرتك وبتاخد الرخصة وبتروح على المرور وبتقول أنا عايز أعمل عقد بيع مسجل، وهي الإجراءات بتمشي لوحدها بعد كده، بس بيكون معاك بيانات المشتري اللي حضرتك بتديها للموظف بناء على مسؤوليتك الشخصية. ده بالنسبة للعقد المسجل. لكن حابب اقول حاجة، ان العقد المسجل ممكن انا كبائع ما اروحش اعمل عقد مسجل في الشهر العقاري، اعمل توكيل بالبيع في الشهر العقاري، والمشتري عشان يكمل اجراءاته بياخد التوكيل مني وبيروح الشهر العقاري برضه وبيعمل نفس العقد. يعني العقد المسجل لازم يتعمل كده او كده، لازم يتعمل. طيب يعني لو حضرتك بتبيع بتروح تعمل عقد، او بتروح تعمل توكيل للمشتري والمشتري بيعمل عقد لنفسه في الشهر العقاري. طيب التوكيل هنا انا حابب اقول حاجة. لو حضرتك بتبيع حاجة مهمة جدا، كلنا اللي بيبيع عربية مستعملة او موتوسيكل او سكوتر بيبقى باسمه، طبعا بيفضل باسمه في المرور لغاية التجديد. طيب انا حابب ان انا ابيع العربية واخلص نفسي ومش عايز يبقى فيه اي حاجة باسمي. طب اعمل ايه؟ لو هعمل التوكيل، هعمل توكيل للمشتري بالبيع لنفسه فقط. التوكيل ده بيبيح له ايه؟ بيبيح له ان هو يروح الشهر العقاري بالتوكيل يعمل لنفسه عقد بيع بصفة وكيل عنك، بيع لنفسه فقط. وممكن يكون التوكيل بالبيع لنفسه وللغير ده لو حضرتك هتبيع لتاجر، فالتاجر ممكن يروح الشهر العقاري ويعمل عقد بيع لشخص تالت خالص انت حضرتك ما تعرفوش. فالأضمن واللي انا دايما بنصح بيه لما تيجي تعمل التوكيل، يا تبيع بعقد بيع في الاول، يا اما تعمل توكيل للمشتري بالبيع لنفسه فقط. و... وانا حابب اطول شويه في موضوع التوكيل ده لانه بيحصل منه بلاوي كتير جدا، وفي ناس فعلا بتعمل التوكيل وهي مش فاهمه هي بتعمل ايه. لان التوكيل ممكن ما يكونش بالبيع لنفسه او للغير فقط، لا ده ممكن يكون بالتجديد والترخيص واستلام اللوحات، ودي طبعا بتبقى مشكله كبيره جدا، لان حضرتك ممكن تبيع العربيه بتاعتك والعربيه بتاعتك تفضل ماشيه آه، سنين كتيره باسمك، واللي اشترى للأسف بيبقى ماشي بالرخصة وبالتوكيل بتاع حضرتك، ولما بيروح يجدد الرخصة بيجدد الرخصة برضو باسم حضرتك بموجب التوكيل. وأنا بصراحة ما بنصحش إن أنا أعمل توكيل إلا لو هتعمل توكيل بالبيع لنفسه فقط. بعد ما العقد بيتم في الشهر العقاري، العقد المسجل، أو بيتم البيع بتوكيل، بكده بتنتهي العلاقة ما بين البايع والمشتري. ازاي؟ باخد انا لو انا بايع باخد العقد المسجل بتاعي او التوكيل بالبيع اللي انا عملته للمشتري مع شهادة براءة ذمة. وشهادة براءة الذمة دي يا جماعة اللي ما يعرفهاش اللي هي شهادة المخالفات، اللي هي بتدل ان العربية حتى وقت صدور الشهادة ما عليهاش اي مخالفات، وان كان عليها مخالفات لازم تدفع عشان تاخد شهادة براءة الذمة. فالبايع بياخد شهادة براءة الذمة وبياخد التوكيل أو عقد البيع المسجل أيا كان، وبيروح للمشتري بيديهم له وبياخد بقية فلوسه وكده. وطبعا بنيجي على العقد اللي كنا كتبناه ده، وبنيجي على الظهر هنا وبنكتب الكلام ده إن فلان الفلاني البائع استلم مبلغ قد كده باقي التمن. وبكده بتنتهي العلاقة ما بين البايع والمشتري. طيب انا حضرتك لو انا مشتري دلوقتي اصبح معايا رخصة وعقد بيع او توكيل، والعقد اللي انا مضيته في الاول اللي عملته في الاول خالص. العقد اللي عملته في الاول خالص ده مهم جدا، لكن انا ما بستخدموش خالص، بس بخليه معايا في ملف، بعمل ملف العربية وبخليه معايا. لكن اللي بستخدمه ايه؟ بستخدم الاول التوكيل. لو في توكيل باخد التوكيل وبروح على الشهر العقاري بموجب البطاقة بتاعتي والتوكيل ورخصة العربية وبعمل عقد بيع مسجل في الشهر العقاري لنفسي. اما لو البايع عمل لي عقد مسجل من الاول يبقى مفيش توكيل خالص، يبقى باخد العقد المسجل وباخد الرخصة بتاعتي وباخد شهادة براءة الذمة وبروح على المرور وببدأ انقل او اخد اجراءات نقل الملكية لنفسي. حاجة مهمة جدا لو ان حضرتك اللي بتبيع البيع
الاحسن واللي انا بنصح بيه دايما ان هو يكون بعقد مسجل في الشهر العقاري. بمجرد ما انت حضرتك عملت العقد المسجل في الشهر العقاري علاقتك انتهت تماما بالعربية. او بيكون بتوكيل مقفول، اللي هو توكيل بالبيع لنفسه فقط. بالبيع لنفسه فقط كده انا بمنع المشتري ان هو يجدد باسمي او ان هو يبيع لحد تاني انا معرفوش. وانت بتتفرج على العربية بتمسك الرخصة في ايدك، رخصة العربية. رخصة العربية بيبقى مكتوب فيها النمرة بتاعة المرور، سواء حروف بس، حروف وارقام انا اسف، او سواء ارقام بس. بيبقى مكتوب فيها كمان الساعة اللترية. المهم بقى قوي في الموضوع وفي في بيانات العربية او السكوتر او الموتوسيكل رقم الشاسيه ورقم الموتور، لان رقم الشاسيه ورقم الموتور لكل عربية او لكل سكوتر او لكل موتوسيكل الرقم ده يا جماعة ما بيتكررش تاني، بيبقى مرة واحدة بس. فدي حاجة ضمانة مهمة جدا، وبتثبت لك فعلا ان العربية اللي انت شايفها قدامك هي نفس العربية اللي انت ماسك رخصتها. كده نصايحي وانت بتشتري ونصايحي وانت بتبيع. وبالتوفيق ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة.